حبايب قلبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هقولك بقى على طريقة جديدة للبطاطا تحفة. وانسي بقى ايه الافران، وانسي ان انت تشوي. وانسي الكلام ده ان احنا نشغل الفرن ايه مخصوص للبطاطا. ولو عندك كمية كبيرة برضو هتخلصيها في وقت قليل. وعايزة اقولك ان هي الطريقة دي بتخليه يستوي اسرع كمان بالفرن، ومبقاش ناشف معاكي خالص. هقولك هنعمل ايه. تابع بس معايا واتفرجي على الفيديو للاخر، وحط اللايك لو لسه محطتيش، واشتركي معايا في القناة لو لسه ايه ما اشتركتيش. بصي شكلها عامل ازاي. اوريكي شكلها دلوقتي. انتوا بتشيلي القشرة بتاعتها، بصي القشرة بتاعتها عاملة ازاي. بتتشال بكل سهولة وطالعة معاكي من غير اللحم بتاع البطاطا. ما هدرتش منه اي حاجة، ومقطعينها بطريقة برضو حلوة تخلي اي حد يعرف ياكلها. شايفة مش مستحملة معايا ودايبة، وطعمها في الاخر تحفة. وعارفة لو انت عندك بطاطا مش مسكرة وعارفة ان هي نوعيتها مش حلوة مفيش الا هي، هتعمليها وهتبقى في الاخر سكر. وهقولك هنحط عليها ايه كمان. يلا بقى حطوا اللايك لو لسه ايه ما حطيتش اللايك. بصي بقى، انا جبت بطاطا نقعتها في ميه، لان معروفه ان هي كلها طينه والكلام دوت لازم تتنقع الاول نص ساعه. وبعد كده غسلناها ونضفناها لغايه ما خليناها زي الفل كده زي ما انت شايفه. بقولك اهوت ان انا ايه غسلاها ومنضفوها. جبت الكميه بتاعت اللي انا هعملها، وهقطعها معايا طرنشات الحجم اللي احنا عايزينه. بس كل ما كانت كبيره كل ما كانت حلوه معاكي، وهتستوي اسرع، وكمان هتبقى محافظة على شكلها مش هتتبهدل معاكي. بس كده، فما تقطعوهاش صغيرة، قطعيها تخينة علشان تستحمل معاكي السوا وما تتهرش منك، واللي ياكلها بتبقى سليمة حلوة معاه. هنقطع كل الكمية بتاعتنا بالشكل دوت. شايفة التخن بتاعها. هنخلص بقى ايه الكمية بتاعتنا كلها. انا كده خلصت معايا الكمية كلها زي ما انت شايفة اهيت. ده كده خلاص الكمية بتاعتي. انا جبت ايه صينية هستخدم فيها الحاجة بتاعتي. هعمل ايه؟ اول حاجة هنحط من تحت ايه شوية سكر. احنا دلوقتي هنعملها مكرملة، يعني مش هنعمل فرن ولا هنعمل حاجة مخصوصة في فرن، هنعملها مكرملة. هنكرملها ازاي؟ لازم بالسكر. فهنعمل ايه معلقتين كبار كده من السكر من تحت. انا مستخدمة على فكرة معلقة صغيرة زي ما انت شايفة، دي مش معلقة كبيرة. فاحنا كل الكمية اللي عاملينها دي كلها ما خدتش 3 4 معالق سكر. وهنرص اول طبقة من تحت زي ما انت شايفة كده. انا بحاول اساوي كده اللي هي عايزة ايه تتساوى. هنحط ايه اول طبقة ونروح عاملين عليها طبقة من السكر. هتبقى طالعة اكنها مشوية ومتكرملة في نفس الوقت وطعمها تحفة. انسي بقى ايه الشوايات. واللي ما عندهاش فرن وعايزة تعمل بطاطا تعملها بالطريقة دي. ومش هنستخدم مية ولا نقطة مية. هوريكي هنعمل ايه الا حاجة صغيرة جدا. انا كده عملت اول طبقة زي ما انت شايفة، وعليها شوية سكر معلقة كبيرة كده بين كل طبقات كده نرشها على ايه البطاطا. على فكرة لو عايز تعملها سليمة ممكن تعملها سليمة عادي، بس انا مقطعاها كده يعني بتبقى سهلة كده على الاطفال كده هما بياكلوها. وكمان حلوة لو عندك ضيوف بتبقى سريعة حلوة، يعني من غير ما اللي ياكل كده يبهدل ايده ولا حاجة. بتبقى حلوة للضيوف. زي ما انت شايفة كده. هنرص بقى بقية الكمية بتاعتنا كلها. خلي بالك ان البطاطا هتنزل معانا مية، والسكر هيساعدها ان هي تنزل مية، فكل ده هينزل معانا مية. كل اللي احنا هنستخدمه كمية قليلة جدا من المية. هوريكي قد ايه دلوقتي في الكوباية. كده خلاص هنرش ايه كمية سكر معلقة كمان من على الوش كده او معلقتين، وكده دي اخر طبقة معانا. وكده خلاص استخدمنا يا دوبك 4 معالق سكر، وعملنا حاجة بسيطة وحاجة مسكرة لأولادنا وما كلفتناش أي حاجة. كده أنا هجيب المية هوريك أنا هستخدم قد ايه مية. ربع كوباية مية بس. هنرشها كده من على الوش وخلاص. هساعدها بس ان هي متلزقش معايا في الطاسة،
متلزقش معايا في الصينية يعني، وما تتحرقش معايا كده على طول عشان تلحق تستوي، وتبقى حلوة مكرملة معايا، وتساعد السكر ان هو يتكرمل معايا ما يتحرقش معايا. هجيب ورق، انا ما عنديش ورق ساده بصراحه، ورق ابيض ساده، ده ورق كراسه بس نضيف مش مستعمل. هجيبه واحطه، مش هيجرى اي حاجه طبعا. وهنبله، لازم تبليه علشان ده كمان هيساعد ان الصينيه بتبقى معاكي رطبه. يبقى حتى لو ما حطيتيش حبه الميه دول وبليتي الورق دوت، هيساعدها برضو على السوا، لان هي ايه مترطبه معايا. كده انا حطيت الورق ولفتها حلوه قوي، واللفه دي حلوه قوي ان هي خلاها مكموره ان هي تستوي معايا اسرع. كده خلاص. هعمل ايه؟ هبل الورق معايا بقى، انا اديه ارش كده بايديا يعني معلقتين 3 كده من الميه، مفيش ربع كوبايه، اقل من ربع كوبايه. يبقى كل اللي انا استخدمته النهارده ربع كوبايه ميه، وسويت البطاطا منها فيها، ما استخدمتش كميات كبيره زي ما انت شايفه. وهتستوي معايا وتبقى زي الفل، وهوريكي شكلها دلوقتي عامل ازاي. كده خلاص هنحطها على النار. اول ما هتغلي معايا شويه 5 دقايق كده ولا حاجه، هوطي النار هاديه خالص، واسيبها مع نفسها. مش هتاخد نص ساعه على النار، مش هتاخد اصلا نص ساعه، وهتستوي معايا وتبقى زي الفل، واوريك شكلها عامل ازاي. اهم حاجه اوطي النار عليها. انا كده خلاص خلصت، واوريك شكلها دلوقتي عامل ازاي. بصوا، ده كده بصوا بعد ما استوت، مفيهاش نقطه ميه ومتكرمله معايا. وبصوا من تحت السكر عامل ازاي، وهي اصلا منزله سكر. فكده خلاص استوت معايا وبقت زي الفل، ولونها تحفة ومكرملة من تحت. هوريكي شكلها دلوقتي. وطرية جدا جدا جدا، ومحافظة على شكلها. عارفة ليه محافظة بقى على شكلها؟ علشان احنا قطعناها، السمك بتاعها تخين. لو رفيعة مش هتبقى حلوة كده، هتتهري معاكي بسرعة. انما هي تخينة يعني ماسكة نفسها محملة، زي ما انت شايفة كده اهيت. بصوا شكلها عامل ازاي، متكرملة اهيت في نفس الوقت معانا، واكنها مشوية ومنزلة العسل بتاعها، واحنا ما استخدمناش اي فرن ولا اي حاجة. وعملنا الحاجة الحلوة وما خدناش غير نص ساعة. لو فرن هتاخد معانا وقت كبير، وكمان احنا مقطعينها فهتستوي اسرع. انا هحط في الطبق واوريكي شكلها دلوقتي النهائي عامل ازاي. يلا بقى، لو عندك بطاطا قومي اعمليها لاولادك. ودلوقتي الشتا احنا عارفين الجو ساقع، فهنستغل الوقت اللي احنا فيه دوت، ونعمل ايه حاجة حلوة لاولادنا. زي ما انت شايفة كده، بصوا محافظة عليها. بصوا اللي لازق من تحت ده طعمه تحفة، مكرمل معايا وطعمه جميل جدا. عايزاكي تجربي وتقولي لي رأيك فيها ايه. بصوا كده شكلها عامل ازاي. دي بقى تقولي عليها مسلوقة؟ دي مش مسلوقة، دي بقى مشوية منها فيها على البوتاجاز من فوق، مش مستحملة. بصي بوريكي شكلها عامل ازاي، مش مستحملة من فوق من على الوش اهي، متكرملة من السكر اللي احنا حطيناه. وهي بتنزل سكر طبعا، معروفة البطاطا جواها سكر، بتنزل سكر. سيبها على النار هادية، هتبقى معاكي زي الفل. بصوا هي مش مستحملة ودايبة معانا، وطعمها في الاخر تحفة. يلا بقى قومي جربي. ولو وصلت معايا لغاية هنا في الفيديو، اشتركي معايا في القناة وحطي لايك، وقولي لي رأيك فيها ايه. وداعا بقى للأفران، وانسى الأفران ووجع الفرن والغلبة بتاعتها والكلام دوت. تتعمل كده أسرع أسرع يعني طريقة. بس مش مستحملة. وعلى فكرة شكلها شيك جدا لو قدمتيها لضيوفك. بصي بوريكي شكلها في الآخر بتيجي تتقشر ازاي بسهولة، أحلى من ان انتي كمان عاملاها في الفرن. وبصي بوريكي ازاي محافظة على نفسها، والسمك بتاعها عامل ازاي، وفي نفس الوقت دايبة. بصوا شكلها بتلمع معانا من كتر ما هي اصلا مسكرة ومكرملة. بصي القشرة طلعت ازاي من غير اللحم بتاعها، وطلع معانا زي الفل.
وده كده خلاص وصلنا لآخر الفيديو، يا رب تكون الوصفة بتاعتنا عجبتك وتفيدك طبعا. ولو لسه بتعملي في الفرن انسي بقى الأفران واعمليها بالطريقة ديت. وممكن طبعا لو حابة تعمليها سليمة تنفع معاكي سليمة، بس أنا كده بسهل على اللي بياكل، تبقى معاه أسهل، ولو هو مش عايز هياكلها. بس شكلها من كتر الكرملة اللي احنا كنا عاملين في السكر اللي من تحت، فاكرة الطبقة اللي احنا عاملينها من تحت. بصي طرية معايا وجوسي وحلوة قوي طعمها تحفة. يلا بقى جربي وقولي لي رأيك فيها ايه، واشوفك ان شاء الله في فيديو جديد. ومع السلامة. اوعي بقى ايه تبخلي عليا باللايك. يلا سلام.